في هذا الفيديو غندويو على يوتيوبرز اللي دمرات الكارير ديالهم بسبب فيديو واحد. بداية بعقلي او عبد الواحد بن عمر، اليوتيوبرز اللي يقدر يستولى على اليوتيوب المغربي وبالضبط المحتوى ديال الرياكشن، الميمز والفيديوهات ديال الضحك، وقدر يوصل لجوج المليون ديال السبسكرايبرز في القناة ديالو. ولكن واحد النهار كلشي غادي يتقلب. عام من دابا خرج بعقلي بواحد الفيديو اللي كيرياكتي فيه على واحد الفيديو اللي فيه واحد البنت اللي عندها الفكرة من الصغر ديالها انها تبدل الفرقة ديالها وتولي راجل. خدات بزاف ديال الهرمونات ودارت بزاف ديال العمليات والصح ولات راجل. وين بغينا نرجعوه لينا عادي، يعني غادي يوليو يبينوه لينا باش حنا نولفوا عليه ونوليو نقولوا عادي. وانتم عارفين البلان ولا ما عرفتوش عارفين ولا ما عارفينش ان اي حاجه اللي هي ماشي عادي ودخلات لينا وولينا كنقولوا عليها عادي واخا هي ماشي عادي، عرفها راه جدرات دخلات لينا صافي راه غرقات فينا ولات من العادات ديالنا. بعقلي عطى الراي ديالو في هذا الفيديو كما كيدير في كاع الفيديوهات ديالو، وبما ان الفيديو بيبليك ويمكن الكل شي يشوفو، وصل للطبقه ديال الملونين وطلقوا عليه حمله كبيره ديال السينيال وبداو تيكليبيو شي مقاطع من داك الفيديو اللي لاح وصيفطوهم للسيبور ديال اليوتيوب. وهنا اليوتيوب ما عطلاتوش وسدات ليه القناه ديالو. شي 10 دقائق ونلقاها مشات تحيدات، لا شي الاولى ولا شي الثانيه ما فهمتش كيفاش وما عرفتش كيفاش. شنو بغيت نقول؟ تلف والله تلف. الياس المالكي دار بزاف ديال الاغلاط في الستريمات اللي كان كيدير، ولكن واحد النهار كان مستريمي وصل لواحد اللقطه وحرف فيها سوره الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد. ومن بعد 24 ساعه الياس فاق ولقى لاشين ديالو نقصت منها 100k وانستغرام ديالو مشات منه 200k. ولكن من بعد الياس غادي يخرج بفيديو وغادي يعتذر بزلة اللسان اللي وقعت ليه. انا غير غلطت وفي ستريم وست سوايع وانا مستريمي تزبقت لي ديك الكلمه. هذا الفيديو الاول اللي بسببه الياس المالكي تجبد ليه سطاع هادي عام، ولكن الشهر اللي فات عاوتاني الياس غادي يطيح في نفس المشكل وغادي يدخل الحبس بسبب فيديو واحد، واللي انا متاكد انكم كاملين عارفين البلان اللي وقع عليه مع الشلوح وداك الفيديو اللي طلع فايرال ديك الوقيته، واللي بسببه الياس المالكي تنفى ليه الحلم ديال كينغ ليغ وتحكم عليه ب7 شهور. المقاول ويوتيوبر مغربي بقناه فيها اكثر من 300k ديال المشتركين. المقاول بدا في الاول بمحتوى ديال الموتيفاسيون اللي حقق ليه ارقام زوينه على منصه فيسبوك وكان خدام بخير، ومن بعد بدا كيدير فيديوهات في يوتيوب على الاخبار الرائجه واللي فايرال ديك الوقت بحال فاروق لايف. وهنا عزيز نوفل من بعد ما كمل عام وجمع ارقام محترمه في يوتيوب قرر يدير دوره ويبيعها على المتابعين ديالو اللي فيها غادي يتعلموا كيفاش يديروا فيديوهات ويربحوا من صناعه المحتوى، والثمن كان هو 993 درهم. دونك الناس اللي غادي تقيدوا هاد 3 ايام الجايه غادي يقدروا يشريوها ب 999. ومن بعد هذا الفيديو الاعلاني اللي دار عزيز نوفل اتفاجأ بموجه ديال الانتقادات والسوشيال ميديا كامله تقلبت عليه لدرجه سموا عليه المقاول 999 درهم. ومن بعد عزيز رد على المؤثرين واليوتيوبر اللي انتقدوه. انا كنعذركم الصراحه، كنعذركم كاملين كي في القصه كامله. وهذوك الناس فاش خرجوا بداو كيغوتوا زروا معاهم واحد الناس اللي اصلا ما عارفينش، وانا كنعذر دوك الناس وكنعتبرهم خوتي صغار. وقال لهم انتم ما باغيش الخير للشباب المغربي وما باغينهمش يعرفوا القوالب ديال صناعه المحتوى كيفاش يدخلوا الفلوس. موينه عيمه هي يوتيوبر مغربيه واللي كدير محتوى ديال الباديه، وهذا المحتوى اللي عزيز على الناس بزاف وطلعات مزيان. ولكن في كورونا وبالضبط واحد الفيديو لاحته في يوتيوب اللي كتقول فيه انه كورونا ما كايناش وما تلبسوش الكمامه وبلا الجائحه كامله غير كذب. انا ماشي دكتوره وما قارياش وغنعطي رايي، انا ما خايفاش من كورونا وغادي ندخل للمدينه نتسوق وغنبقى نمشي واللي جيتو نسلم عليه. ومن بعد داك الفيديو منعمه تعتقلت في البلاصه، ومن بعد خرجت من الحبس ودارت فيديو ديال الاعتذار. ادم حمريطه باقي اليومنا هذا بنادم كيعايروا بالبلان اللي داروا في 2018. ادم حمريطه اللي كتعتبر اقدم واصغر اليوتيوبرز في المغرب. حمريطه في 2018 كان طالق ستريم في منصه تويتش وكان تيلعب فيه فورتنايت، وحتى لواحد اللقطه ويطلوني ليه الوالده ديالو وخرج من الجيم وجاوبها، وهذا الشيء اللي طرا بسبب الوالده الله تسعراتني وحق الرب وتا انا مفايت عليك كتعيط. حمريطه من بعد هذا الفيديو اللي تنشر في السوشيال ميديا كامله ديك الوقيته كلشي غادي يخرج فيه طول وعرض. مسخوط امو وخاصك الحبس، واش من نيتك وصلت بك الدرجه تسب امك، وبزاف ديال التعليقات اللي كيسبوا فيه. وهذا الشيء اللي خلى حمريطه يخرج بواحد الفيديو ديال الاعتذار. المشكله هي الوالده سمحت ليا وبنادم باقي كيسب وحاقد، والوالده راه كتعصب اكثر من شي واحد كتشوفو كيسبني في لي كومونتير، ماشي كتعصب يعني هي راه عادي حيت انا شرحت ليها البلان كامل. وباقي اليومنا هذا الناس تيعايروه بهذا البلان وتيطلعوه عليه، وزيد على اي واحد تبيفه معاه ولا تعاير معاه كيجبد ليه هذا البلان ديال امو. دير لايك لما كنتيش دايرها، دير ابوني لما كنتيش دايرها. دونك هذا ما كانش الله في راسكم اخوتي.